قذافي فراج عبد العاطي مواليد محافظة الجيزة، اتقبض عليه بعد 5 سنين من سلسلة جرائم مختلفة، جرائم ما بين القتل والنصب والاحتيال. قذافي كان ليه 4 ضحايا، صاحبه المهندس رضا ومراته فاطمة واخت مراته التانية، وكمان بنت كانت شغالة في مكتبة. الجرائم اللي كانت ما بين الجيزة واسكندرية. قدر قذافي يستخدم ذكائه في التمويه والتخفي. في مثل بيقولك يقتل القتيل ويمشي في جنازته. قذافي تفوق على المثل ده. قذافي قتل القتيل وانتحل شخصيته. تعال احكي لك قصته، بس في الاول انزل اعمل لايك للحلقة. المهندس رضا شغال في السعودية، اتعود انه يبعت فلوسه على صاحبه قذافي، واللي كان بيعتبره محل ثقة، وكان المفروض انه بيبعت له الفلوس دي علشان يشغلها، وكان عامل له توكيل رسمي. طبعا الفلوس دي كلها قذافي حطها في جيبه. سنة 2015 يرجع رضا من السعودية ويطلب من قذافي الفلوس بتاعته. طبعا قذافي كان خد كل فلوس المهندس رضا، فما كانش قدامه غير انه يتخلص منه. قذافي كلم المهندس رضا وقال له تعالى نتعشى مع بعض النهارده. قذافي حط له السم في الاكل وقتله، وبعد كده دفنه في حفرة كان حافرها في بيته. قذافي كان عامل حسابه في كل حركة بيتحركها، وكان عارف ازاي يتخلص من الجثة علشان يبقى بعيد عن الصورة لما اهل رضا يدوروا عليه. قذافي قتل رضا وبعت من تليفونه رسالة لمراته، قال لها انا اتقبض عليا. بعت الرسالة وقفل التليفون ومفيش اي تفاصيل تانية. وفضل اهل رضا يدوروا عليه في كل حتة، كانوا فاكرينه في سجن هنا ولا هنا، لكن اللغز يتحل بعد 5 سنين كاملة. طبعا قذافي كان معاه توكيل من رضا، وبكده بقى حر يتصرف في كل املاكه، وبدأت الفلوس تجري في ايده. مراته فاطمة خافت من الفلوس اللي معاه، وخافت انه يروح يتجوز عليها، وده خلاها تاخد من وراه 400,000 جنيه. قذافي حاول يحل معاها المشكلة بالراحة، لكن فاطمة رفضت ترجع الفلوس اللي اخدتها. هنا قذافي ولع منها، ما هو مش انتي اللي هتضحكي عليا. قذافي يقرر انه يقتل فاطمة ويدفنها بنفس الطريقة اللي دفن بيها صاحبه، لكنه يدفنها في أوضة تانية. قذافي برضه كان لازم يحط اللمسة بتاعته، فدفن مع مراته الذهب بتاعها، حاجة كده زي اللي بيقول لها اهو الذهب معاكي مش هينفعك ولا دنيا ولا آخرة. وبكده قذافي خلص على صاحبه ومراته، وبدأ يدور على الضحية الثالثة. قذافي كان عنده مكتبة وكان مشغل فيها بنت اسمها نادين عندها 20 سنة. قذافي أقنعها إنه بيحبها لحد ما وقعت في حباله وتحصل ما بينهم علاقة غير شرعية. قذافي أقنع نادين إنه هيتجوزها، لكن نادين تتفاجئ إن قذافي بيخبط على باب بيتهم علشان يخطب أختها. نادين اتجننت وهددته انها تفضحه عند اهلها، فقذافي قرر انه يخلص عليها زي اللي قبلها. بس كان قصاده مشكلة، ان نادين مش مقطوعة من شجرة وليها اهل يدوروا عليها. هنا قذافي قرر انه يستغل نقطة ضعف نادين واهلها. نادين كان حلمها تشتغل ممثلة. قذافي قبل ما يقتلها قدر يقنع اهلها انها تمشي في حوار التمثيل، وجاب واحد سوري واقنع اهل نادين ان ده مخرج كبير وانه هيشغل نادين معاه. وفعلا قذافي يقتل نادين ويقنع اهلها انها هربت مع المخرج السوري. طبعا الاهل ما يقدموش اي بلاغ للشرطة لانهم كانوا خايفين من الفضيحة. قذافي بعد ما يقتل نادين ينتحل شخصية صاحبه رضا ويبيع كل املاكه ويطلع على المنصورة، وهناك يكمل الجرائم بتاعته. في المنصورة اتعرف على بنت وكتب كتابه عليها، ولكنه يسيبها ويطلع على اسكندرية. وفي اسكندرية يتعرف على دكتورة صيدلانية ويتجوزها، وطبعا يتجوزها على انه المهندس رضا، وشوية وتحصل بينهم مشاكل فيسيبها. بس قبل ما يسيبها يسرق الذهب بتاعها واللي كان قيمته 1,000,000 جنيه. طبعا الدكتورة تبلغ عنه، وده كان طرف الخيط اللي بسببه هيتقبض عليه. الدكتورة اتهمت رضا انه سرق المجوهرات بتاعتها، وبكده تبتدي الشرطة انها تدور ورا قذافي. بعد كده قذافي يتعرف على بنت اسمها ياسمين، بنت شغالة في محل ادوات كهربائية. قذافي قدر يمثل عليها انه بيحبها واقنعها انها تبيع شقتها علشان تفتح مشروعها الخاص، وياخد منها 45,000 جنيه ويضرب عليهم. ياسمين طلبت من قذافي انه يفتح المحل ويتجوزها، وكالعادة قذافي قرر انه يخلص عليها فيطلب منها انها تقابله علشان يروح يشوف المحل اللي اشتراه، وهناك قتلها ودفنها. وبعد كده قذافي غير شخصيته للمرة التانية ويسمي نفسه محمد مصطفى والوظيفة مهندس كهرباء، ويقرر انه يتجوز تاني.
وفي خلال جوازه يفكر انه يبيع الذهب اللي كان سرقه من الدكتورة، ويروح لمحل جواهرجي ويعرض عليه الذهب اللي معاه. هنا الجواهرجي شك فيه لان الذهب كان كمية كبيرة ومفيش فواتير للكمية دي، فالجواهرجي يبلغ الشرطة ويتقبض على قذافي بصفته المهندس رضا. صدر حكم بحبس قذافي بتهمة سرقة ذهب الدكتورة. الحكم هنا كان صادر على شخصية رضا، وطبعا أسرة رضا كانت لسه بتدور عليه، وتوصل ليهم معلومة ان رضا محبوس في اسكندرية، ويسافر اهل رضا الاسكندرية علشان يعرفوا ايه اللي حصل، لكنهم يلاقوا صاحبه قذافي، فيبلغوا النيابة بالتزوير وان اللي في السجن ده مش المهندس رضا. وهنا النيابة تفتح قضية غياب رضا، ويترحل قذافي للجيزة ويعترف بكل جرايمه، وكمان يدل الشرطة على أماكن الضحايا بتوعه. ويوم 21 مارس سنة 2022 يتحكم بالإعدام على قذافي فراج عبد العاطي. ولحد هنا خلصت حلقتنا. لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. كان معاكم أحمد عوض، واستنوني الحلقة الجاية. سلام.